محمود ازاي وصل او المسلسل وصل لمحمود ازاي؟ انه كان اتعمل صالح مرسي، وده واحد من اهم الكتاب اللي بيكتبوا دايما في المخابرات، اعمال مستمده من بطولات رجال المخابرات العسكريه والمخابرات العامه. كان كتب دموع في عيون وقحه عن واقعه حقيقيه فعلا. ونجح المسلسل. فكان بديهي بعد 2-3 انه نفس الفريق ده، يحيى العالمي المخرج، صالح مرسي الكاتب، وعادل امام ينطلقوا الى رأفت الهجان. وصالح من الكتاب اللي عندهم وجهة نظر في الابداع، في شكل الابداع، في الحالة. فكان كاتب بيبدأ بفلاش باك ويبتدي يسرد القصة مع رحيله ومش عارفين يصلوا عليه بالديانة اليهودية، بالطقوس اليهودية ولا الإسلامية، لأن دي هي اللغز والعمق بتاع العمل الفني. عادل ما حبش الفلاش باك ورفض، قال لا، نكتبها بطريقة زمنية تصاعدية من أول لما كان شاب لغاية ما بيكبر وبيروح إسرائيل وتمشي المسألة. صالح أصر، فطرحت ورقة محمود عبد العزيز، وده طبعا أدى لخلافات بين محمود وبين عادل فضلت فترة طويلة. محمود عبد العزيز رحمة الله عليه كان إنسان خلوق وفنان بمعنى الكلمة، وفنان أثبت وجوده في كل عمل بيعمله، مش في رأفت الهجان بس. في كل دور تحطيه محمود عبد العزيز بيقوم بيه على أكمل وجه. ممثل متشكل بكل الأشكال، تلاقيه سبحان الله عنده كاريزما عالية جدا جدا، الله يرحمه ويحسن إليه. أنا لا أنسى إن هو كان في الجزء الثالث، والمشهد اللي بيني وبينه كان لسه أخويا الكبير متوفي، وكنت حزينة جدا على أخويا لأنه مات فجأة. فطبعا أنا داخلة المشهد ومش قادرة، فقال لي يا عفاف معلش انتي، أنا عارف إنك متضايقة وحزينة وكده وبراحة وما تقلقيش، وأنا معاكي كلمة كلمة. كل ما أجي أتكلم ألاقي نفسي غلطت، يقول لي ولا يهمك. والمخرج بصراحة يحيى العالمي رحمة الله عليه كان مستحملني قوي، لأن الصدمة كانت قوية جدا، مش قادرة أركز. في مشهد كان حوالي 4 ورقات بيني وبين مدام عفاف شعيب على الترابيزة، حوالين الترابيزة بتاعة البيت. مشهد حوالي 4 ورقات. أستاذ يحيى العالمي دخل باب الاستوديو قال ها عاملين ايه؟ قلنا له كويسين. احنا عارفين المشهد بيتقطع كاميرا يمين وكاميرا شمال او كاميرتين، او يعني حسب التكنيك اللي هو بيستخدمه حضرته يعني رحمة الله عليه. فقال لنا المشهد ده بكاميرا واحدة. قلنا له نعم. قال كاميرا واحدة يا أستاذ، ده 4 ورقات. قال ماليش دعوة، خدوا وقتكم ويلا أنا جاهز. مدام عفاف شعيب قالت لي هنعمل ده ازاي؟ قلت لها هيتعمل، مش هيتعمل غصب عننا، لازم يتعمل، الاستوديو محجوز لنا النهارده. قعدنا بتاع حوالي ربع ساعة 3 ساعة كده، حفظنا حفظ مية. وانس ابتدينا في المشهد خلص من أول مرة. وجاء الدور على الجزء الثاني. إستر بولينسكي العبقرية اللي أدت الدور بعتولة بجمال، لدرجة إن في مشهد هي عملته وإحنا كنا في الفترة دي بنصور والعمل بيذاع، فلما تيجي فترة إذاعة الحلقة كنا نتوقف عن التصوير ونقعد نتفرج من خلال المونيتور اللي في البلاتو، وبعد ما تخلص الحلقة نواصل التصوير للمسلسل على الهوا بيتذاع. فشفت المشهد بتاع الأستاذة إيمان الطوخي، لم أملك نفسي، سبت البلاتو رغم من الحلقة خلصت وأنا مطالب إني أصور، ونطيت في عربيتي وطرت على الدقي، دقيت جرس الباب فتحت، معرفش شلتها من على الأرض شيل. فرحة الدنيا إن هذه البنوتة قدمت هذه الشخصية
بكل ما فيها من ملابسات وعظمة وأمتعت جمهورها. الموسيقى اللي عملها عمار، موسيقى التتر، كانت هي اللي بتعزف مع السلام الوطني. يعني لما يجي الوفد المصري طالع في حفلة، فممكن يبقى في بلادي بلادي، وممكن يبقى في موسيقى رأفت الهجان. عند إذاعة المسلسل لم يكن هناك مواطن، وكان بيتم، كان لسه فيش فضائيات، كان بيتم الإرسال يوميا الحلقات، لم يكن هناك مواطن يغادر موقعه. في الحقيقة المسلسل علامة من علامات الدراما المصرية، وصعب يتعمل زيه تاني، صعب حقيقي. مسلسل احتشدت ليه كل عناصر النجاح.